احنا بس نسمع المشكله الاول، يعني برضه هخليك تتكلم. نسمع المشكله. اتفضل يا محمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. ايه مشكلتك يا محمد؟ بس من فضلك يا محمد بايجاز، يعني وصل لنا المشكله بتاعتك بايجاز. اتفضل. اتفضل. والله انا المشكله عندي كبيره جدا. امبارح لقيت واحد استدعانا نفس المشكله اللي السطوه على العقارات والسطوه على الاراضي الزراعيه والسطوه على الاراضي، الامور اللي زي دي كلها يعني. تمام. امبارح احد الاصدقاء واحد الزملاء دعاني الغداء عشان لامر بيزنس ما بيننا وبينه، فوجئت لقيته قام واخدنا في مكان وقال لي دي بيته، وفي نفس الوقت قام واخدنا وقام مدينا على الشيكات وعلى عقود وعلى حاجات غريبه كده الشكل. تمام. بس المشكله مش في هنا، المشكله وانا داخل البيت لقيت في حاجات غريبه، فانا جت او مريبه. فجيت اخرج من المكان، فطبعا لقيت بقى بلطجيه وشغل جامد جدا بطريقه غير عاديه. تعدوا عليك بالضرب؟ طبعا ده كان معاهم سلاح ناري وسلاح ابيض وصاعق، وفي نفس الوقت وكان معايا راجل مسن طيب محترم جدا، فكان خوفي على جنب بطريقه غير عاديه. والمشكله ان عيال اولاد صغيرين، يعني مش اولاد صغيرين، عيال يعني بلطجيه لما يهينوا واحد قد ابوهم، ده مصيبه سوداء. تحت سن ال20 ولا؟ الاخطر من ده كله يعني احنا بصراحه بنشتكي واخد بالك من الامن وبنشتكي من حاجات معينه، فاحنا مش عارف ان ليه الامن سايب الناس. حضرتك ساكن فين يا استاذ محمد؟ يا فندم انا في الهرم، انا ساكن في الهرم. تمام. ولكن المشكله ان الزميل ده دعاني في مكان في المقطم، والواقعه دي حصلت في المقطم نفسه. وبصراحه مشكور احمد بيه ابراهيم. دي استغاثه علاقتك بايه؟ في صله قرابه او صداقه بينك وبينه؟ لا في صله قرابه. الراجل ده هو عفوا اللفظ كنت اشتريت منه شقه في الهرم وباعها ل 50,000 واحد، وفي حسابات انا توقفت على امر زراعي، يعني مثلا كان في مبلغ بسيط جدا ما بينه وبينه. استلمت الشقه؟ هنحل المساله. فوجئت لقيته قام كل يوم والتاني تهديدات ان لازم نطلع من الشقه، ده شقتي ده كذا، واتضح ان الراجل ده اصلا تاجر مخدرات ومعروف. طيب يا محمد احنا هنخليها استغاثه لمعالي وزير الداخليه سياده اللواء مجدي عبد الغفار. لا وانا اتبناها انا اتبناها انا. سيب رقمك يا محمد في الكنترول، واستاذ نبيه يعني برضو ممكن انا اتبناها متطوع كمان. ادوا رقمه برضه. هو هيتواصل معاه من احنا بنشكر حضرتك طبعا على وبعدين ده اقل واجب يعملوه معاه، طالما الدراما المصريه تولاها جزارين ما يفرقوش بين الساطور والسنجه والكازلك، والاعلام المصري بيظهر اخونا الاسطوره واخونا مع الالماني وعبد موته. انت مشكله والله العظيم. انت عارفه انه في حالتين عشان الدراما المصريه بتاعت النيله ده الحريقه بتاعت الواد رامز جلال. حالتين الواد عيال صغيرين مثلوا وحالتين بقمصان النوم زي الاسطوره. ما ده القيم والاخلاق انتهت، ومستمرين معاكم في ممنوع سكوت. بس نسمع كلمه اخيره من معالي النائب توحيد تامر. طبعا انا بطمن الشعب المصري ان فعلا كل الارض اللي احنا مش هنقول منهوبه زي ما بيقولوا، يعني الارض اللي اتاخدت استولوا عليها ده منهوبه ومغتصبه. منهوبه ومغتصبه انها هترجع فعلا، هترجع الفلوس فعلا للدوله. الحراميه لو ما رجعوش الدوله يبقى حراميه. مش هترجع للدوله، هو زي ما بيقول هو نرجع. هو ده احنا ليه نحتاج قلنا اوضاع الناس دي وناخد فلوس لما معانا 358 مليار جنيه نحتاج. ده هي اكتر من 358 مليار. احنا ده يهمنا ان احنا نرجع الفلوس دي. ده امانه في رقبتكم. وان شاء الله هنكون ان شاء الله لو ما رجعتوهاش هترجع ان شاء الله. اوعدك بحل المجلس لو ما رجعتوهاش ان شاء الله. اليكم قسم برنامج ممنوع السكوت. نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم أن نسعى بكل قوة وعزيمة وإصرار على كشف وفتح كل فاسد. أرواحنا فداء لمصر وشعبها، والله على ما أقول شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا.